السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا بنقول ان البتنجان المخلي القلب بتاعه بيبقى اسود لو سلقناه خالص. تعالى انا هسلقهولك اوريلك. انت بس اسلقيه بالعنق بتاعه كده، ما تشيليش العنق بتاعه خالص. والفلفل بنخرمه ونحطه على النار. بصي استوى كده خلاص. هاتيه بقى وتعالي. بصي يا ستي، هوريهولك اهو. بصي بصي قلبه من جوه ابيض زي الفل ازاي. ليه؟ عشان سلقناه بعينه. عارفه لو كنتوا شلتوا العنق بتاعه يسود، قلبه يسود ما يبقاش حلو. دي هرسة الشطر احنا كنا عاملينها مع بعض. وده توم مهروس. وهنحط لهم قيمة معلقة، يعني نص معلقة ملح كده. وهنروح عصرين عليها ليمونة محترمة كده. طبعا لو الليمون بتاعك ما فيهوش مية حطي ليمونتين تلاتة. بس انا الليمون ده مفرزاه فطري خالص، المية بتاعته كلها بتنزل مرة واحدة. مش هحط اي توابل خالص، ما تحطيش اي توابل يعني طعم البتنجان بيروح. هو كده بس. اهو بصي، حشيناه كله. هنحط الباقي كده، الفلفل. وهنحط حبة، هنرجع بالليمونة تاني. هنحط بقى شوية مية اهو صغيرة. وحبة خل، 100 معلقتين كده خل. وهنروح نازلين بيه على الايه، على البتنجان. عارفين لو عندكم خيارة بايتة في التلاجة حطيها في أرضية البتنجان في منتهى الجمال. اهو بس كده، ده يقعد في التلاجة كده 10 و15 يوم ولا يجراله أي حاجة. طالما مغطياه ما بيجرالوش أي حاجة. ده يا ستي البتنجان المخلل، ايه رأيك بقى فيه؟ يلا قومي بقى اعمليه يبقى ابيض زي الفل كده زي ما انت شايفاه.